تكون على فكرة بالمناسبة في طريق تنمية، أنت أكيد عارف طريق إمم. التنمية. شو طريقة التنمية؟ طريق التنمية اللي بيربط العراق بتركيا، تمام؟ أوكي. طريق التنمية هيبقى عليه أكتر من مدينة اقتصادية ومدينة صناعية، وده المفروض ده مخطط، إمم. وكان معالي رئيس الوزراء من فترة عامل مؤتمر مخصوص عن طريق التنمية بيتحدث عنه يعني. بس هو الميزة في المدينة الاقتصادية بتاعة السويدي مع الشراكة بالحكومة العراقية في شكل الصندوق التنمية العراق، إن هي دي الأولى من نوعها من ده. خلينا ندخل ديب أكثر بالموضوع اتفضل. المدينة الاقتصادية. الشرائح اللي راح تخدمها فقط الأشياء الصناعية، أم حيكون أكو أكثر من شريحة؟ هل هو قطاع مشترك بين الخاص والحكومة، أم حيكون فقط يعني معامل حكومية، أم حيكون على كل الشرائح لا طبعا، لا يعني طبعا، تدخل لا بيها؟ طبعا، لا طبعا، هي هتخدم على كل الشرائح. يعني لو احنا طبعا احنا بنفسنا جايين، انت عارف ان احنا اساسا بخلفية مصنعين، كنا اتكلمنا في ده قبل كده. احنا جايين بمصانع من مصانعنا ان شاء الله هنفتحها، في مستثمرين اجانب عندهم مصانع مختلفة هتيجي تفتحها. مثل شو المصانع؟ أه. يعني مثلا واحد يسأل خلينا حلو نقول سؤال. مصانع مثل طبعا شنو؟ بص، خلينا نقول ان انت دايما بتدرس البلد قبل ما تعمل لها بنتريشن. مؤخرا العراق بيهتم بالبنية التحتية بشكل قوي وده ملحوظ. كان الشباب العراقي كله بيفكر ازاي احوش عشان اسافر. انا قلتها لك صح لما انا قلت لك انا مش عايز اسافر، مش عايز اسيب هنا. اي. فاكر انت الحتة دي؟ دلوقتي كل الناس اللي اتعلمت بره ومعظمهم صحابنا، هتلاقي واسمائهم معروفة بالنسبة لنا صحابنا، كلهم جايين يدخلوا دلوقتي يفتحوا مشروعات هنا. صح، اتفق. يعني انا طبعا انا لو مسموح لي ان انا اذكر اسماء منهم يعني لا حصر يعني طبعا. كل الشباب زمايلنا اللي اتعلموا بره جايين يفتحوا دلوقتي، اللي جاي يفتح في الفود اند بافرج، اللي جاي يفتح في الموبيليتي، اللي جاي بيفتح في الالكتريك سيكتور، اللي جاي بيفتح في الاوتوموتيف وغيرها من الاوتوموتيف. في ناس كتير التفاصيل. قوي جايه تفتح في حاجات مختلفه مم. هنا. فبالتالي ده انديكاتور، وشباب متعلم مم. كويس في الميدل رينج، يعني لسه بوتنشال، وكلهم ما شاء الله عندهم نوليدج، وجاي يحط فلوسه وبيستثمر، فده انديكاتور كويس جدا. والجدير بالذكر ان احنا سلمنا المحطات دي كلها قبل انتهاء التعاقد ب6 شهور لكل محطة. مم. يعني كان وقتها معالي الوزير طلب مننا ان احنا نسلم المحطة قبل محطة واحدة قبل الصيف، وسلمنا الاربع محطات قبل الصيف. وبعد كده دخلنا مشروع بقى اللي هو بتاع الحلة اللي احنا كنا اتكلمنا عنه زمان، وسلمناه الحمد لله السنة دي، السنة اللي فاتت يعني. وده كان محطة تحويلية 432 اللي احنا جايين بيه مجددا، ان احنا هندخل صناعاتنا بقى، ننفذ مصانع هنا من خلال المدينة الاقتصادية. يعني احنا بعدين هنخش القطاع الصناعي هيدخل في العراق، داخلين بالقطاع التعليمي، عايزين ندخل طبعا بالمدرسة الاس تي اكاديمي، والقطاع التعليمي اللي هو المتوسط والعالي. العالي عايزين ان شاء الله باذن الله برضو نعمل جامعه. ده كل ده ضمن الاتفاقيه ان شاء الله مع الحكومه يعني. التغيرات اللي بتقعد تحصل، كل حدث فيهم بيحصل ويمر بيبقى صعب. اولا بيبني في الشخصيه حاجه، تمام، بيعمل لك عمليه نضج مختلف، يعني بيخليك تغير الفيجن بتاعتك. وفي حاجه بقى غريبه، يعني معظم الناس لما بتتعرض للكرايسس تهرب. لا انا ما بهربش، انا بتمسك اكتر. تخيل، يعني إن اي كرايسس تحصل لك تلاقي الناس تيفيكويت وتبقى عايزه تمشي. وممكن مثلا مديرين شركات تبتدي تقول للشركات الام احنا لازم نتحرك ولازم نمشي من هنا وكده. انا سبحان الله كل ما يحصل كرايسس كل ما اتمسك اكتر، واحس ان حق البلد دي علينا ان احنا نفضل فيها ونفضل مستمرين ونفضل نكمل عشان تنجح وتكبر وهكذا. ده شيء غريب، وتزرع في الشخصية حب أكتر. وده نابع على فكرة إن الحمد لله إحنا ربنا كرمنا يعني في البلد، الحمد لله يعني ربنا كرمنا جدا، وفضل ربنا سبحانه وتعالى، وفضل ويعني وكرم الناس ومعاملتكم الطيبة، وإن أنتوا على فكرة حابين إن البلد تنجح وتختلف وتتطور. كل ده بيخلي الواحد يتمسك ويحب أكتر. فالبلد بلدكم دي غريبة، وبجد بجد العراق بلد عظيم، وبجد الواحد فخور ان هو يعني ممكن في يوم من الايام يكون ساهم في حاجة في بلد زي العراق. وما اتمناش في يوم ان احنا الواحد يفتقدها، ما اتمناش يعني. يعني ده شيء صعب عايز اقول لك ان انا لو غبت اسبوع بتأثر. راح تفتشيني. الله بالخير.
أنا إبراهيم. هذا بودكاست جولة من تجوان. ضيفنا اليوم أحمد محمدي. أحمد محمدي هو أول عربي على البودكاست، وهذا أول ضيف المرة الثانية إحنا نسجل وياه. حكينا على الحلقة اليوم شو الأشياء اللي صارت خلال الموسم الأول كتجوال بودكاست اللي تقريبا صار له سنتين عن الوقت الحالي. شو الاستثمارات اللي صارت داخل البلد، شو البنية التحتية اللي أنجزتها الشركة السويدي الكتريك للطاقة، وشنو الأشياء اللي دخلت بيها كمجالات ثانية داخل البلد. والأهم من هذا شنو هي المدينة الاقتصادية الجديدة اللي حتكون بالشراكة مع السويدي والحكومة العراقية. شلون هاي الشراكة راح تساهم بتعزيز البنية التحتية الصناعية للبلد. شنو أهم الأشياء اللي راح تصير خلال هالسنتين 3 أو 4 القادمات. مجال الطاقة الكهربائية ومجال الموارد البشرية والأيدي العاملة والمهارة العاملة وتطوير المواقع الاستراتيجية ومحطات الطاقة الكهربائية، كل أشياء سولفناها من خلال هاي الحلقة. أحمد شخص تقريبا صار له 15 سنة بالعراق، من 2008 من أول مكتب تمثيلي للسويدي الكتريك داخل العراق إلى حد 2024. اشتغل بهواي قطاعات مختلفة داخل البلد. أهم قطاع راح نسولف فيه اليوم هو قطاع الطاقة الكهربائية والمدينة الصناعية الجديدة في العراق. وقابلت وسام مطوط. وسام محترم قوي، سام رجل محترم محترم جدا وفاهم يعني جدا أي. جدا. خبرة طويلة بالقطاع وسام شاطر محترم وهيعمل طفره، خد بالك في الماركت. أي. ترى صار له جاي عنده فيجن يعني. ما صار له هو بالعراق جاي يعني عنده شيء vision. أقل من سنة. انت ويا السنة قصر لك في العراق ويا السنة هاي كده 15 سنة. صح؟ صح. طيب. احنا الموسم اللي فات كان امتى؟ احنا الموسم اللي فات تقريبا صار له سنتين، شيء سنة سنة ونص. ونص. والله يعني داخلين على السنتين. اي والله سنة ونص. يعني تخيل البودكاست صار له سنة ونص وعبالهم العالم هاي البودكاست مالته جديد. دي بقى فين المشكلة بقى يا معلم؟ المشكلة بيه انه احنا ما عندنا ماركتينج قوي. يعني نشتغل اورجانيك ايش قد ما نقدر اورجانيك، وورد اوف ماوث على السوشيال ميديا، والمنصات اللي عندنا الصوتية والمرئية. ومثلا اذا نقدر هالموسم هذا نضخ بجت للسبونسر، ممكن نضخ بجت للسبونسر. فيعني حصير تغييرات ان شاء الله بالايام القادمه. يعني ممكن يصير تغييرات حلوه والله يا رب ان يا شاء رب. الله. زين، خلينا نبدي بسؤال خفيف. يلا بينا. شنو اللي تغير باحمد من خلال الحلقه الاولى والحلقه هاي كمنصب، كرؤيتك للمشاريع الموجوده بالبلد؟ اللي اتغير في احمد، في أحمد. تخنت شويه وكبرت سنه ونص. صح. ده بالنسبه للشكل الفيزيكال. بالنسبه للشكل الشغل الحمد العملي. لله احنا دلوقتي انا مدير فرع سويدي في العراق، تمام، لقطاع المشروعات يعني. وسابقا شنو كنت كنت؟ ماسك البيزنس ديفلوبمنت، فبقى مع البيزنس ديفلوبمنت كمان اداره الفرع يعني. يعني صرت مدير الاقليمي للشركه السويدي في العراق. مظبوط. يعني مباشره ترقيت؟ مباشره اترقيت. يعني اكيد سويت تارجت معين تحقق. والله ان شاء الله عن ان شاء الله يعني احنا الحمد لله كل سنه عن سنه احنا السويدي في العراق بيفرق. احنا اخر حاجه كنا مسلمين، معرفش انا البودكاست اللي قبليه ما كناش اتكلمنا ان احنا معانا محطه سب ستيشن 400 على 132 في الدهنيه، صح؟ ساعتها كانت في الاكسكيوشن. الحمد لله احنا سلمناها لوزاره الكهرباء اللي هو العميل بتاعنا، وسلمناها على اكمل وجه والحمد لله خدنا حسن اداء منها، وان شاء الله ان شاء الله اللي جاي احسن بكتير. صح. احنا الحمد لله. بالحلقه الاولى دي كان محطة انت من احدى رايح من احدى انت رايح المحطات. للبصره للديوانيه. صحيح، اتذكر كان فاكر يعني البصرة ابتدينا صح من الديواني. بغداد اي. لحد البصرة، والحمد لله شغلنا في الجنوب يعني احنا وصلنا 6 محطات، منهم محطة باور جنريشن و5 سب ستيشن، وان شاء الله في حاجات كتيرة جاية كتير يعني ان شاء الله هنتكلم عنها اكيد النهاردة. زين، من الجانب العملي اتفضل. شنو حجم العمل اللي تغير من منصب الى ثاني؟
شنو المهام اللي كبرت عليك، شنو حجم الضغوط اللي عليك، شنو الاشياء اللي سويتها خلال بقيت هالسنه ونص. بتغطي طبعا بقى خدمات في الجروب مم. لشركات تانية اكتر. انت عارف الجروب بتاعنا احنا كنا مم. اتكلمنا عنه في الحلقة الاولى، ان هو الجروب بيتكون من 88 شركة، والحمد لله موجودين في حوالي دلوقتي بنصدر لحوالي 110 دولة في العالم. مكاتبنا التمثيلية موجودة في حوالي 21 دولة. فطبعا وفي بقى انت العراق. منهم من ضمنهم مم. العراق طبعا. فطبعا بتحاول تساعد الكل بقى، بتحاول تساعد الكل عشان تدخل شركات جديدة، تدخل خدمات جديدة من القطاعات المختلفة في الجروب، وإن شاء الله بإذن الله ده يحصل قريبا يعني إن شاء الله. زين، احنا ما دام حكينا على السويدي، خلينا نبدي بالسويدي. على المناسبه الموسم هذا اللي مال شارك تانك أوكي. كسر الدنيا الحمد لله. يعني. هو الاستاذ احمد مديرك، صح؟ هو رئيس المجموعة. رئيس رئيس المجموعه. المجموعة. انا شفت صورتك مع رئيس الجمهوريه الاستاذ محمد الشيعة السوداني واستاذ احمد باشمهندس أحمد. السويدي. طبعا. فهي اول زياره له بعراق رسميه. لا، باشمهندس أحمد بيزور العراق يكاد يكون دام. كل سنة مرة أو مرتين. مهم. طبعا. بس احنا حجم استثماراتنا أو حجم عملنا في العراق الحمد لله، يعني كان المشروعات دي عدت مبلغ كبير الحمد لله. مهم. وبرضه احنا من 2008 واحنا بنصدر كل منتجاتنا للعراق، فاحنا علاقتنا بالعراق مش حديثة اليوم يعني، فاحنا بقالنا سنين يعني. طبعا. شفت الصوره يعني. هالموسم هذا قاعد اتابع المشاريع الستارت اب اللي امم. على شارك تانك بمصر. امم. وشفت الموسم اللي الماضي فات. اللي فات. فاستثمر هوايد مشاريع تخص التعليم، تخص الانتاج. علشان احنا من ضمن الجروب من فيها ضمن نقطة مهمة. اهتمامات الجروب. احنا مم. مهتمين طبعا بالقطاع مم. التعليمي، وعندنا مدرسة تقنية ودي هنتكلم عنها النهاردة، هقول لك احنا هنعمل ايه ان شاء الله. وعندنا كمان جامعة تقنية اسمها اس يو تي، دي في تابعة مصر. لسويدي في لمصر. مم. وان شاء الله هنتكلم عنها بإذن الله ان شاء الله. يعني يعني شفت المشاريع يعني. كان دائما هو مهتم انه يستثمر بالتعليم وقطاع الاطفال. تعليم الاطفال وتعليم النيو جينيريشن بقى عشان يبقى بالضبط. طبعا هاي كانت نيو كلش جينيريشن طبعا. يعني من اهتمامات استاذ احمد، ودخل بهوايه مم. شير بالشركات. زين، شنو القطاعات اللي اشتغلت السويد اشتغلتها خلال الفتره هاي في العراق؟ شنو الاشياء الجديده اللي انضافت من ضمن القطاعات الجديده اللي دخلت من السويدي بالعراق؟ طبعا احنا من زمان واحنا بنشتغل في كل توريدات المنتجات السويدي اللي احنا كنا اكيد اتكلمنا عنها قبل كده. وبعديها طبعا اشتغلنا في قطاع المقاولات، الشركة اللي أنا بمثلها يعني قطاع المقاولات. محطات إنتاج كهرباء 500 ميجا في الديوانية، وأربع محطات سب ستيشن، واحدة في السماوة، واحدة في النصرية، واحدة في العمارة، واحدة في البصرة. ومؤخرا محطة الحلة السب مم. ستيشن 400 على 132. قطاعات بقى اللي داخلة جديد، احنا داخلين بالتطوير الصناعي، هنعمل مدينة اقتصادية بالكامل إن شاء الله. والمدينة الاقتصادية دي بتحتوي على مصانع من مختلف الصناعات اللي بتخدم كل دولة. احنا عندنا مدن صناعية، وبنعمل ديفلوبينج للمدن الصناعية. وكمان بتحتوي على مدارس تعليم فني ومهني، وبتحتوي على جامعات تعليم هندسي مهني. هندسي مهني هنا ليها تعريف تعريف مختلف. ان المهندسين في الطبيعي بيخش يدرس هندسة بشكل نظري وعملي جوه الكلية، لكن الجامعة دي بالأخص بتخلّيك تدرس وتمارس وأنت بتدرس، يعني أنت بعد ما مم. تخلّص ال4 سنين أكنّك عملت مشروعات execution، يعني أنت بتمارس وأنت جوّه الجامعة، زين، فده اللي بيفرق. انا قبل لا نصب على اتفضل. القطاعات، المدينه وين حتصير؟ هي المدينه الاقتصاديه. المدينة الاقتصادية. يعني نقدر نقول باي محافظه لو. والله هو إحنا still till now، هو مم. طبعًا إن شاء الله بإذن الله مم. في كذا location بنبُص عليهم، مم. فدي إن شاء الله قريبًا هيتم الإعلان عنها هتبقى فين يعني مم. بالضبط، بس لسه شو ما. راح تحتوي؟ شنو تفاصيلها؟ شنو منشآتها؟ ايش راح تاثر بالاقتصاد؟ منو الجهه الراعيه؟ شراكه ويا منو؟ تمام. هو المدينة إحنا مم. بالمناسبة هو إحنا تم شراكة ما بين القطاع العام في شكل سويدي، والقطاع الحكومي في شكل صندوق التنمية العراقي اللي هو IDF. إحنا مم. يعني وقعنا مذكرة تفاهم تم الشراكة ما بيننا. ومن الشراكة دي ليها أهداف، منها إن هي تبقى في جذب استثمارات خارجية، تذليل أي معوقات علشان إن شاء الله بإذن الله نقدر نعمل مشروعات ناجحة.
نوع من انواع دخول القطاع الحكومي والقطاع الخاص، انك انت تاخد الفليفر بتاع القطاع الخاص، وتبتدي تاخد القطاع الحكومي يبتدي يستثمر في البلد مع القطاع الخاص، نجيب مستثمرين وشركات من اجنبيه من بره. هو ده الهدف منها. من اولوياتها اول حاجه ان شاء الله باذن الله التركيز على ان احنا نعمل مدينه الاقتصاديه دي باذن الله. هذه صارت باذن الله اللي احنا شغالين كاتفاقات. الاتفاقيه دي بصددها ان شاء ليش الله شنو باذن الله. الاشياء اللي ممكن تحكي لي اياها سؤال، يعني تقول لي اياها قبل لا تطلع للعلن مثلا؟ اكو اشياء مثلا احنا نقدر نسولف بيها اه هي طلعت بس يعني لا، مو هو بشكل الموضوع مش مم. سر او حاجه، هو مم. ده الموضوع طلع اوريدي يعني قصدي مثلا اصلا يهمني يعني واحد يكون اللوكيشن مالتها اللوكيشن لا لسه ما لسه اتحددش ما بصراحه، تحددش، لسه ما بس هو اتحددش. بغداد. لسه ما اتحددش برضه، لسه ما اتحددش، تمام. لسه ما اتحددش، زين. بس قريب يعني مم. هيتم ان شاء الله اختيار اللوكيشن. بس مم. هو الهدف من اختيار اللوكيشن ليه بيبقى كريتيريا معينه مم. علشان المدينه تنجح، يعني بس زي بالظبط كده المدن السكنيه. بس هو لازم بغداد، ولازم والله قريب على المطار. والله احنا كلنا نتمنى، كلنا نتمنى لا يعني يعني. قصدي توقع، يعني احنا قبل اسبوع يمكن هم ناقشنا انه وين حتكون المدينه الاقتصاديه الجديده في العراق. هل ممكن تكون على فكره قرب؟ بالمناسبه في طريق مم. تنميه، ده اكيد عارف طريق مم. التنميه. شو طريقه التنميه؟ طريق التنميه اللي بيربط العراق بتركيا. ها تمام. اوكي. مم. طريق التنميه هيبقى عليه اكتر من مدينه اقتصاديه ومدينه صناعيه، وده المفروض ده مخطط. مم. وكان معالي رئيس الوزراء من فتره عامل مؤتمر مخصوص عن طريق التنميه بيتحدث عنه يعني. بس هو الميزه في المدينه الاقتصاديه بتاعه السويدي مع الشراكه بالحكومه العراقيه في شكل الصندوق التنميه العراق، ان هي دي الاولى من نوعها. مم. مم. لو بنوحه الاولى من نوعها جوه العراق. جو ايه بس احنا عاملين طبعا مدن اقتصاديه تانية في دول مم. تانية مثلا منها مصر. المدينه الجديده في مصر، دي العاصمة الإدارية. العاصمه العاصمة الاداريه، الإدارية تختلف عن تختلف. طبعا الاقتصاديه باختلاف. العاصمة الإدارية هيبقى طبعا المراكز الحكومية بالكامل، مدن سكنية، مدارس، جامعات، تختلف طبعا. احنا بنتكلم منلي داخلين في القطاع الصناعي، مم. بس بنعمل حوالين القطاع الصناعي كل ما هو بيخدم القطاع الصناعي. بمعنى ان انت بتبقى عندك مصانع مختلفة، فالمصانع دي بتحتاج ان يبقى في ايدي عاملة، الايدي العامله محتاجه تبقى مدربه. بما انها محتاجه انها تبقى مدربه، فبنفتح مدرسه تعليم فني ومهني اللي هي STE اكاديمي الخاصه بالسويدي. فانت بتاخد الطالب من المرحله، احنا عندنا بنقول الاعداديه، مم. عندكم انتوا بتقولوا الثانويه اللي هي ثانويه. اللي هي قبل 3 سنين الجامعه، صح؟ مم. مم. بناخد الطالب من المرحله الاعداديه، بيقعد يدرس 3 سنين، بيمارس الدراسة دي في المصانع الخاصة بالسويدي أو بشراكات مصانع تانية معانا طبعا شركاء. وهو طالب. وهو طالب مم. بيدرس لغتين. مم. بيطلع يحصل على شهادة بتديله الأحقية إن هو يشتغل في المصانع الخاصة بينا، أو مصانع طبعا الموجودة المنافسين، أو أي مصانع عامة، أو مصانع موجودة في مصر أو خارج مصر. فالميزة إن الطالب بيخرج حاصل على العلم، ومعاه كمان التقنية إن هو يقدر يمارس ده، فبتطلّع فنيين مؤهلين. وده دايمًا اللي معظم الدول بتفتقده، إن ما بيبقاش في أيدي عاملة ماهرة، فأنت أمّا بتيجي تدوّر على أيدي عاملة ماهرة بتلاقيه صعب. فدي كانت حاجة من اللي عملت transformation في مصر عندنا، وإن شاء الله بإذن الله جايين نطبّقها هنا. فإحنا بنخدّم على المدينة، نرجع بقى للنقطة الأساسية، بنخدّم على المدينة بكل ما هي تحتاجه. طيب ممكن يبقى جنبها طبعًا منطقة سكنية على أعلى مستوى، علشان خاطر إن في ناس لو المدينة دي بعيدة مثلًا شوية، أو في area ما الaccessibility بتاعتها ما بيبقاش في سهولة. يعني عندنا مثلًا مدينة في العاشر في مصر جنبها مدن سكنية، علشان العمالة اللي موجودة أو المهندسين أو الsenior level الموجودين يقدروا يسكنوا قريب من الشغل. تمام. بيبقى في مستشفى على أعلى مستوى عشان تخدم على المدينة. المهم إن أنت بتعمل كل حاجة تخدم على الصناعة إنها تنجح. لازم تبقى طبعًا على طرق ممهدة، طرق سريعة، قريبة على مواني. يعني أنت بتسهّل كل حاجة بحيث إن أنت تحوّل الجزئية بتاعة الصناعة إنها تنجح يعني، بتقدر تذلّل وتخدم ده. خلينا ندخل ديب اكثر بالموضوع المدينه الاقتصاديه. الشرائح اللي راح تخدمها فقط الاشياء الصناعيه، ام حيكون اكو اكثر من شريحه؟ هل هو قطاع مشترك بين الخاص والحكومه، ام حيكون فقط يعني معامل حكوميه، ام حيكون على كل الشرائح اللي لا ممكن طبعًا، لا يعني طبعًا، تدخل لا بيها؟ طبعًا، لا طبعًا.
هي هتخدم على كل الشرائح. مم. يعني لو احنا طبعا احنا بنفسنا جايين، انت عارف ان احنا اساسا بخلفية مصنعين، مم. كنا اتكلمنا في ده قبل كده. احنا جايين بمصانع من مصانعنا ان شاء الله هنفتحها. في مستثمرين اجانب عندهم مصانع مختلفة هتيجي تفتحها. مثل شو المصانع؟ أه. يعني مثلا واحد يسأل، خلينا حلو نقول السؤال. مصانع مثل طبعا شنو؟ بص، خلينا نقول ان انت دايما بتدرس البلد قبل ما تعمل لها بنتريشن. أكيد. مؤخرا العراق بيهتم بالبنية التحتية بشكل قوي، وده ملحوظ. مم. ابتدينا نهتم بالمدن السكنية. العراق ابتدت تهتم بالمدن السكنية، ابتدينا نشوف كومباوندز كتيرة بتطلع، فبالتالي يبقى في ديماند للمواد البناء، فيبقى إحدى المصانع بتخدم على مواد البناء. زين، هذا المعمل حيطلع هو مش معمل مشترك. واحد. هو قصدي يعني على سبيل المثال، المصنع حيطلع مشترك بين السويدي كتريك والحكومة العراقية، أم حيكون مستقل؟ لا، المدينة مم. احنا هنعمل لها ديفلوبمنت. تمام. الديفلوبمنت ان احنا هنهيئ، يبقى في مصانع مؤهلة انها تفتح. مم. تمام. في احدى مصانع من بتاعتنا احنا هنفتحها من مشروعاتنا، مختلف المصانع بتاعتنا. وفي مستثمرين هيشوفوا ان في ديماند، فهم اوريدي هيبقى في ديفلوبمنت للاراضي ممهده، معموله على اعلى مستوى. كل الجوانب الخدميه اللي حواليها مهيئه. في مصادر كهرباء متوفره، في مصادر ميه متوفره. فبالتالي هو في ديماند. مم. كل مستثمر بمختلف الكريتيريا بتاعت مصنعه، او كل شخص حابب ان هو يخش يعمل مصنع بشكل معين، هيبتدي يجي وياخد مصنعه ويعمله ويهيئه حسب المنتج اللي هو عايز يصدره. طب احنا هنصدر المنتج ده على اساس ايه؟ على اساس الديماند اللي مطلوب في البلد. يعني زي ما بقول لك حاليا، انت البلد متجهه بشكل قوي ناحيه الانفراستراكشر، ناحيه انها تعمل ريل استيت كومباوند. فبالتالي في مصانع منها هتبقى بتخدم على الجزئيه دي. طبعًا في demand ناحية الأدوية. يعني العراق محتاج إن هو يبتدي يصنّع أدوية، وكان موجود زمان طبعًا. مم. حضراتكم كان عندكم مصانع، يعني أفتكر منها السامراء. مثل سمراء مم. من أشهر المصانع. عندكم مصانع في قطاع الكهربا زي مصنع الزوراء موجود. فبالتالي لمّا هتيجي بشكل جديد مم. مختلف، مم. أعتقد ده هيساعد إن كمان القطاع الحكومي يخش يستثمر في مصانع جوّه المدينة. عندك طبعًا العراق بيفتقد الfood processing. يعني الfood processing دايمًا كلّه استيراد. ممكن يحصل يبقى في مصانع خاصة بالfood processing. عندك طبعًا أنتم هنا بلد نفطي، ممكن يبقى في مصانع خاصة كيماويات. فكل ده هيبقى موجود، كل ده هيبقى موجود. بس الميزة بقى إن إحنا لمّا بنعمله بنقسّمه صح، بنشوف إيه بيتحط فين، إزاي في مصانع تبقى جنب بعضها عشان تخدّم على بعضها، في مصانع بتحتاج كرايتيريا بيئية معيّنة فبتتحط فين في المدينة. إحنا بنعرف نعمل ده. يعني مساحة المدينة حتكون يعني كبيرة؟ أكو رقم معين، لو من ذكر رقم معين؟ والله بُص، إحنا متوقعين إنها تبقى على phases. تمام. مم. وممكن يحصل لها extension لأكتر من مكان. مم. ده ممكن يحصل. إحنا في مرحلة الدراسات دلوقتي، لسه ما خدناش الرقم النهائي، بس هو غالبًا في حدود ال6 مليون متر مربع إن شاء الله يعني، وإن شاء الله خير. والله خوش أخبار هاي. إمم. زين، شو وقت تتوقع إنه آه تكمل المدينة هاي، أو الفيز الأول، فيز 1؟ آآ قُل إحنا ممكن نبتدي، إحنا متوقعين نبتدي الشغل إن شاء الله مع بداية السنة. اهم. بس يعني تكمل إمتى دي ما لسه بقى شيء، يعني إن شاء الله بقى بإذن الله. بقى إحنا 31 يوم. عايزينها تنتهي إمتى؟ والله عايزينها تنتهي امبارح. يعني إحنا أكبر. عندنا، بُص أنت شُفت إمم. قبل كده إمم. زمان إحنا كنا اتكلمنا إن إحنا من الشركات الشاطرة في إنها تشتغل مشروعات اسمها super fast track. إمم. إحنا بنعرف نعمل ده، بنعرف ننفذ قبل الوقت المحدد علينا يعني. وإن شاء الله بإذن الله، ومن الواضح إن في دعم قوي أوي إن المشروعات اللي بالشكل ده تنجح. و وفي العموم في دعم قوي جدًا إن مشروعات كتير أوي تنجح، وده شايفينه وملاحظينه. فإن شاء الله بإذن الله يبقى في حاجة قريبة كويسة يعني. أنا هذا قصدي، يعني أكو وقت محدد شي 4، 3، سنتين لو الموضوع يطوّل؟ لا، لا، إن شاء يعني الله مش أتوقع إنه هيطوّل. لا، لا، يعني لأ، في خلال phases رنج هتظهر. ال2 إلى 5 سنوات. ممكن وزن
ال2 year ان شاء الله نبتدي نصرف وهذا حاجات. فيز 1. وبالمناسبة خد بالك الحمد لله في كتير قوي من المستثمرين اللي دخلوا مؤخرا ابتدوا استلموا الأراضي بتاعتهم، اوكي. وده كان خش استلموا اخبارها. الأراضي. وفي زين. مستثمرين تبتدي تشتغل في الباك فيلينج وتشتغل في الانفراستراكشرز بتاعت الأراضي. ففي ناس كتير قوي ابتدت تشتغل، بس هم معظم المستثمرين اللي دخلوا كانت في المدن السكنية، صح. المدن الجديدة. مم. احنا مختلفين شويه ان احنا داخلين في المدن الاقتصاديه مم. اللي هي بتبقى الباك جراوند بتاعتها صناعيه يعني. مم. يعني صار لي فهمت انه المدينه الاقتصاديه حتى اذا على سبيل المثال فتحت ببغداد، فتلقاها ممكن تنفتح البصره او تنفتح بالانبار اكيد طبعا. او تكمل على اكيد طبعا. مستويات ثانيه. اكيد طبعا. يجي المستثمر يلقى اكو ارض ويسوي عليها المعمل اكيد باتفاقات دي ان شاء الله معينه. ممكن تبقى نواه يعني، ومن مم. نواها يحصل انطلاقات اكيد طبعا. ممتاز. مم. فوت خد فوت. بالك برضو ان كل منطقة ليها الفليفر بتاعها وليها مميزاتها. اكيد هو يعني هذا قصدي، مثلا مثلا البصره. النهارده احتياجات مم. المدينة وهي في بغداد غير احتياجات المدينة وهي في البصرة، غير 100%. احتياجات انا المدينة هذا وهي في انا هذا الديوانية، قصدي. غير احتياجات المدينة وهي في مم. ديالى مثلا. مم. يعني ديالى قريبة على مناطق زراعية، فبالتالي من الافضل انها تبقى شغالة في حاجات فيها فود بروسيسنج، ده منلي. مم. في البصرة قريبة نفطيا او فيها نفط، فهتبقى بتروكيميكال اكتر، مم. وهكذا. الانفراستراكشر شغاله بقوه مثلا في بغداد، او الكومباوندز بتبتدي تتوسع في بغداد، يبقى انت هتشتغل على الجزء بتاع المواد البناء جوه بغداد، وهكذا. اي صح. يعني كل محافظه لها الكرايتيريا مناخها والفليفر بتاعها. وتفاصيلها صح. مالتها، فليفر. وعلى هذا الضوء احنا ممكن زين. نوع الاستثمار اللي قاعد يفوت اللي على هاي المدن الصناعيه، اللي يفوت عربي، اقتصادية، المدن عفوا الاقتصادية. الاقتصادي، اللي يفوت عربي اكثر شيء، ام اللي يفوت غير العرب، لو يكون مختلط بين وهيبقى وبين مختلط طبعا، هو هيبقى مفتوح للكل. كل طبعا الشركات. طبعا مفتوح، اي حد حابب يدخل يستثمر، اي حد حابب يخش ياخد مصنع، اكيد طبعا هيبقى مفتوح. ممتاز. خد بالك ان شاء الله كمان هيجي مصانع ان شاء الله عالمية يعني. يعني احنا مثل. مصانعنا عالمية. اكيد هي. اه. ما شاء الله. يعني فبالتالي هتبقى يعتبر ده مصنع عالمي بس جوه العراق. فخلاص انت النهارده بتعمل عملية توطين. ما هو انا لما هصنع جوه العراق، فانا هغطي الديماند بتاع البلد، وهتبقى صناعة عراقية. ومنها كمان لما الكباسيتي تزيد انا هقدر اصدر. فهو المصنع ممكن يكون فعلا بخلفية أجنبية، أو هو المصنع كان مفتوح أساسه نواته في بلد تانية أجنبية، ولكن مجرد ما هيبقى هنا فهو مصنع عراقي. دي ميزة من ممتاز. المميزات. يعني خوش خطوه يعني، بس يعني يمكن هو اكثر شيء حاليا العراق محتاج انه بس خليه يبدي، و- خل تبدي خلي العراق الاشياء، يبدي. يعني خل تبدي الامور. والله اسمح لي أقول لك إن العراق مم. ابتدى. يعني هو اللي احنا بنشوفه دلوقتي ما شفناهوش من سنة ونص واحنا قاعدين مع بعض، ما شفناهوش من 15 سنة أول ما جيت يعني. يعني مم. النهاردة العراق ابتدى. انت عندك الانفراستراكشر اختلفت، بقى في طرق وكباري، بيحصل فك اختناقات لبغداد. زمان كانت الناس بتسكن بس في بيوت، النهارده البيوت بقت كومباوندز. مم. اي نعم هو كومبلكس لسه ما بقاش كومباوندز الكومباوندز اللي الناس بتحلم مم. بيه، مم. بس جاي. يعني الكومباوندز اتحول ان بقى في مدن سكنية جديدة، منها علي الوردي. صح. النهارده في مستثمرين كبار ابتدوا يخشوا. مم. يعني النهارده حجم المستثمرين الكبار اللي بيستثمروا في دول زي مصر أو في اليونان أو في الإمارات أو في السعودية، يخش يستثمر النهارده في العراق. وطبعا ده مش تقليلا من العراق، العراق بلد عظيم، ولكن هو كان زمان في دايما الخوف. فاكر انت زمان لما انا قلت لك، لما كانوا بيسالوني انت رايح فين، فقلت لهم رايح العراق، والناس تقول لك ايه ده عراق، فقلت لهم اه هم مش اكلي لحوم البشر، هم ناس طبيعيين زينا وجمال جدا واحسن ناس في الدنيا. فالنهارده الموضوع اختلف تماما. شو اللي اختلف فيه؟ شو اللي اختلف 15 سنة انت صار لك بالعراق على اخر 5 سنوات اللي شهد بها البلد تطور، وعلى الاقل اكو اشياء قاعد تنبني من جديد؟ حلو. زمان وانا قلت لك في مم. البودكاست الاولاني، كنت بستغرب قوي. انتوا بلدكم جميله جدا وحلوه قوي وشعبها كويس قوي. وانا دايما بحب اما اتكلم على الجزئيه دي، العاطفه بتاخدني اتجاهكم، يعني انت عارف انا بحبكم قد ايه. كان الشباب العراقي كله بيفكر ازاي احوش عشان اسافر. انا قلتها لك صح، لما انا اول. قلت لك انا مش عايز اسافر، مش عايز اسيب هنا. اي. فاكر انت الحته دي. دلوقتي كل الناس اللي اتعلمت بره ومعظمهم صحابنا
هتلاقي واسمائهم معروفه بالنسبه لنا اصحابنا، كلهم جايين يدخلوا دلوقتي يفتحوا مشروعات هنا. صح، اتفق. يعني انا طبعا انا لو مسموح لي ان انا اذكر اسماء منهم على حسره يعني، مم. طبعا كل الشباب زمايلنا اللي اتعلموا بره جايين يفتحوا دلوقتي، اللي جاي يفتح في الفود اند بافرج، اللي جاي يفتح في الموبيليتي، اللي جاي بيفتح في الالكتريك سيكتور، اللي جاي بيفتح في الاوتوموتيف وغيرها من الاوتوموتيف. في ناس كتير قوي التفاصيل. جايه تفتح في حاجات مختلفه مم. هنا. فبالتالي ده انديكاتور، وشباب متعلم مم. كويس في الميدل رينج، يعني لسه بوتنشال، وكلهم ما شاء الله عندهم نوليدج، وجاي يحط فلوسه وبيستثمر، فده انديكاتور كويس جدا. يمكن يعني هاي الفائده اللي انا شفتها لاحظتها كل شويه خلال هال5 سنوات، ان هوايه من خلينا نقول المستثمرين العراقيين او حتى الشباب اللي عندهم انكم محترم خارج العراق، واجى اشتغل واستثمر في العراق، بدل ما ظل باوروبا او ظل باي دوله كان مهاجر لها وظل هناك يعيش. لا، اجى مره ثانيه سوى شيء للبلد، سوى شيء كان يحلم انه يعني كان يحلم اول شيء يرجع للعراق. هسه الحمد لله رجع العراق وقام يسوي مشاريع، وهوايه مثل ما ذكرت هوايه ده في ناس من ابتدت من دلوقتي الاصدقاء هم سووا مشاريع كلش حلوه. ماركتنج ايجنتس ابتدت تفتح، هم فاتحينها بره. صح، ناس في السبورتس، مطاعم في سبورت السبورتس انواع ميديا، واشكال. والجزء بتاع السبورت سيرفيس ابتدت تيجي. طبعا انا لو مش عارف مسموح لنا اقعد اقول اسمائهم لان كلهم يعني لا، هم هواي ما شاء هم الله. ما شاء الله يعني. زين، من ناحيه ثانيه، شنو خلينا نقول التسهيلات اللي قدمتها الحكومه للاستثمار او المستثمرين اللي داخل العراق؟ حلو، السؤال ده جميل قوي. يعني بص، غريبة زمان لما كنت تروح مثلا تحصل على إجازة استثمارية كنت بتاخد وقت كبير قوي. دلوقتي أقرب دليل يعني مدينة زي علي الوردي، لو أنت حسبت مثلا هم مضوا إمتى وابتدوا إمتى، فده انديكيتور. يعني أعتقد هم مضوا في شهور وابتدوا بعديها بشهور بسيطة جدا. ده انديكيتور إن الإجازات ابتدت تخرج بسرعة، بقت الإجراءات فيها سرعة أكتر في إنك أنت تحصل على الإجراءات الليجل والدوكيمنت والكلام ده. الاهتمام بقى بالبنية التحتية اللي معظم الناس كتير قوي متضجرة منه في الشوارع، تقول لك لا، هي الكباري والطرق، صح. والناس متضجرة. طب ما انت متضجر، بس ده التايم لاين بسيط. انت شوف الكوبري بيتعمل امتى وبيتفتح امتى. يعني في كباري اعتقد الفترات بتاعة تنفيذها بتاخد اقل من 6 شهور وسنة يعني. يعني في اخر كوبري في احدى الشركات كان مع معالي رئيس الوزراء بيقول ان هو نفذه في 9 شهور. مم. ف9 شهور كوبري بيتنفّذ، فده indicator كويس جدًا. وبعدين خُد بالك المستثمر محتاج يشوف بنية تحتية سليمة عشان على أساسه يقدر ييجي يحُط فلوسه. هو مش هيقدر ييجي يحُط فلوسه وشايف إن البلد لسه محتاجة كتير، فبالتالي ده نواة البلد المفروض هي قايمة بيها عشان هو يقدر يثق إن يحُط فلوس ويعرف إزاي يحصل return of investment للفلوس دي. زين، هاي تعطيني جواب. انت اتفضل، انت عشت خلال 15 سنه اتفضل. شركه مثل السويدي إمم، واحمد محمدي. إمم. اليوم انت قاعد تستثمر في العراق. قبل 15 سنه شنو الشركة مش الاشياء أنا لسه. يعني هو الشركه بصوره عامه، تقول لي فعليا شنو النقاط اللي تغيرت؟ مو فقط اوراق قانونيه واشياء قانونيه وتسهيلات واجراءات. هل اكو يعني اشياء شافوها المستثمر احنا نشوفها داخل البلد هم يجون من الخارج يشوفوها، بحيث انه يعني يصير عندهم رغبه انه يستثمرون في هذا القطاع الفلاني او في القطاع. هسه يمكن قبل اسبوع احنا شفنا فودافون راح تطب على العراق. مين؟ فودافون أوكي، فودافون، راح تشغل أوكي. ال 5 جي من ال5G هاي. مضبوط. ف هي الشركات كبرى دخلت على بلد مثل العراق، وقاعد اشوف انه العراق ما شاء الله هو من زمان اللي هو ارض خصبه. مضبوط. تمام. بُص، إحنا أولًا حصل الوضع الأمني اتغيّر تمامًا. مم. يعني أنت صح، هاي النهارده نقطه كلش مهمه. الوضع الأمني صح، اتغيّر تمامًا. 100%. إحنا كنا زمان، أنا أتذكّر مم. أنا كنت ساعات بابقى باتعشّى في مكان، مم. وبعدين تمشي يقول لك حصل فيه انفجار. ليش ده اقول لك 15 سنه يعني يعني مو يعني ده قليله. فاهم قصدي؟ هي فاهم قصدك. فده مهم مم. لأي شركة، لأي خلّينا نقول مش لاي بس لأي بزنس. شركة، لأي إكسبات. أنت النهارده أي شخص أجنبي foreigner عنده knowledge وعايز تيجي يعمل ترانسفير هنا جوه البلد، يهمه جدًا يعرف إن هو هيبقى عايش مؤمن والّا مش عايش مؤمن. آآ على فكرة حتى الشخص اللي جاي يشتغل برضه يهمه هل في وسائل ترفيه والّا ما فيش وسائل ترفيه.
وده اختلف، وده أقرب دليل برضه من أصدقائنا هتلاقيهم هم المستثمرين في وسائل الترفيه. مم. فم فده موجود والّا مش موجود؟ هل في بِنية للتعليم والّا لأ؟ عشان لو في أسر هتيجي تعيش هنا هيتعلم كويس والّا مش هيتعلم كويس؟ ابتدت في مدارس international تفتح، ده مهم جدًا. إحنا النهارده عندنا الجامعة الأمريكية، من 15 سنة ما كانش في الجامعة الأمريكية، فده indicator. آآ already في demand، في كل حاجة. العراق niche market، محتاجة حاجات كتير، فأي مستثمر لمّا هيلاقي جزء الأمان متوفّر، الdocumentation بتاعة الlegal بتاعة أي شركة بقت تخرج بسهولة، ده مهم جدًا. القوانين بتحمي المستثمر، ده مهم جدًا. الوضع الbanking إحنا كنا فين والنهارده فين في الوضع الbanking يا إبراهيم؟ يعني معلش، إحنا زمان الbanking عن دلوقتي مختلف تمامًا، صح؟ ما كانش بالسهل تروح تفتح حساب بنكي، يعني في معاناة. ال الإجراءات القانونية في التسجيلات في المرور، ده موجود ومتوفّر والّا مش متوفّر؟ في الصحة ابتدت تتحسّن عن زمان بكتير، بقت في مستشفيات النهارده أهلية كويسة، ما كانش الأول في المستشفيات الأهلية بالشكل دوّة. فكل ده مهم، مهم للراجل المغترب اللي جاي يشتغل في بلد، ومهم للشركة اللي جاية تحُط فلوس جوّه بلد. زين، أنت أكيد قاعد مع مستثمرين خلال أكيد. هالسنين اللي فاتت. آآ خلّينا نقول إنه مستثمرين سواء كان أجنبي أو عربي أو عراقيين، أو لإن حتى خُد بالك في مستثمرين عراقيين أقويا جدًا. لا أصير عراقيين لأ، في عفوا على جنب مستثمرين يعني عراقيين أقويا لأ جدًا والله أنا عايز فعلًا. أقول لك عفوا على أنا عايز جنب. أقول لك والله في إيه. أسماء، بس أنا مش مُصرّح، إمم. ما أعرفش لأ مصرّح، إن في إمم. مستثمرين عراقيين إمم. بيستثمروا في يوروب، وبيستثمروا في الMiddle إمم. East. ممتاز، بس أنا مو هذا قصدي، إمم. يعني هم أكيد. فالنهارده هم بيpenetrate إيه. دلوقتي وبيستثمر في العراق، إيه. أنت هو متخيّل؟ هذا السؤال، أنت متخيّل إنه يعني. هل شُفت إنه أكو مستثمرين عراقيين عرب أجانب وعراقيين استثمروا في أشياء ونجحت في داخل العراق على مدار خلّينا نقول 5 سنوات اللي فاتت؟ نجحت، في طبعًا إمم. بينجح، في ناس بتيجي من برّه بتفتح مصانع وبتنجح، ابتدت يعني، شنو نوع ابتدت. الاستثمار ابتدت. اللي دائمًا خلّينا نقول أنت في نقاش؟ والنهارده خلّينا نقول إن الاستثمار العقاري ابتدى ينجح بشكل قوي جدًا. إمم. يعني إحنا كنا من 5 سنين المشروعات لسه سامعين عنها أسماء، إمم. و وما شاء الله المشروعات الاستشاريين بتوعهم شركات من أعلى مستوى، الأسماء الdeveloper شركات بقت محطوطة على اصطفاف كبير. إمم. النهارده أنا أمّا ييجي شركة تاخد علي الوردي مدينة بالكامل طبعًا، ده نجاح ورايح إنه ينجح. إي بس هو البنية التحتية الاستثمار بيها تقريبًا صار له من يعني خلّينا نقول آخر 7 سنوات هو بدأت يعني تكون اكو هواي شركات خُد بالك تستثمر في هذا في القطاع. مشروعات هي الدولة طرحاها طبعًا، فبينجح. يعني إحنا عندنا شركات مصرية إمم. اشتغلت في الطرق والجسور في والحمد لله العراق؟ نجحت، طبعًا. اهم. إمم. نجحت، أنا لسه كنت باقول لك إن حتى كمان يعني نفّذوا في وقت وجيز، نفّذوا في حوالي 9 شهور. زين، إذا أقول لك على الجانب الثاني، الاستثمار العربي داخل العراق، شلون يكون بمعنى، أو هم شلون قاعد يشوفون الاستثمار داخل العراق؟ هل يشوفون إنه استثمار في صناعات، استثمار في تجارة، في بنية تحتية، أم استثمار في مطاعم وكافيهات؟ لأ أنا ما أعرفش الاستثمار في المطاعم إمم. والكافيهات، أنا خلّيني دايمًا إمم. مش يعني مش عارف، أكتر قطاع المقاولات، قطاع الكهربا، ده إمم. مهم جدًا. آآ الصحة، التعليم، إحنا داخلين نستثمر على فكرة في التعليم، كالسويدي؟ من ضمن طبعًا في ال المدينة، في ال ما إحنا من ضمن المدينة الاقتصادية هنهتم بالتعليم الفني والمهني، إمم. وكمان التعليم الجامعي، إمم. التقني، لسه كنت باقول لك عنه من شوية. اللي هو شو بالضبط؟ إحنا التعليم الفني والمهني اللي أنا كنت لسه ها باقول لك عليه، أول شيء. أول إمم. إمم. اللقاء، إمم. إمم. والتعليم الجامعي التقني، إن يبقى يعني المهندس بيمارس وهو بيتعلم. حتكون أكو يعني جامعة أو أكاديمية أو مثل الورشة أو على جامعة، مدار لأ السنة مش حتكون؟ أكاديمية، جامعة، جامعة. جامعة هندسية تكنولوجي بحت. يعني ال قصدي إنه مثلًا صار إذا يتعلم مثلًا حلو. أو أخوي يتعلم،
حيطب انه كاساس انه جامعه ويداوم ويتعلم، يتعلم الدراسه والمهنيه. يتعلم دراسة، مهندس يدخل يتعلم الدراسة مم. ومعاها يمارس اللي هو بيتعلمه. ممتاز. مم. في شركات في شركات في في داخل شركات المدينه ومشروعات، الاقتصاديه. بالظبط، في شركات ومشروعات داخل البلد، ممتاز. بحيث ان هو يخرج بعد مم. ما يحصل على الشهادة يبقى مهيأ. كان لسه يعني نقطة مهمة قوي. هو مش التعليم مش ان هو يحفظ جدول الضرب وان هو اكيد يحفظ اكيد مش كده. اكيد اكيد. هو ان هو يقعد يدرس في الكلية وبعدين ياخد شهادة يحطها في الدرج، او ان هو يروح يبتدي يدور على شغل. كل الشركات بتبقى معتبرة ان الشهادة زيه زي غيره. لا، هو بتشوف مين عنده سوفت سكيلز ومين عنده هارد سكيلز ومين اساسا عمل تريننج في فترة الدراسة بتاعته. هو مهيئ ان هو يخش ويحصل له سنكرونايزيشن مع الشركة ولا لا، يقدر يبنتريت الشركة بسهولة. ده مش كتير قوي على فكرة من الناس الفريش جراديوت اللي بتلاقيهم مهيئين ان هم يشتغلوا بسرعة. شنو التحديات اللي شفتوها كتحديات موجوده داخل البلد، مثل الشكل السويدي او حتى خلينا نقول على ناس مستثمرين داخل البلد؟ هل في تحديات معينه ممكن، عقبات او تحديات؟ هو حاليا التحديات اهم من انك انت تقول ان في تحديات، تشوف ازاي انك انت يبقى عندك سوليوشن انك انت تحل التحديات. مثل شنو؟ يعني مثلا احنا من الصعوبات حاليا الايدي الماهرة، مش الايدي العاملة. مم. هو في فرق. انت ممكن يبقى عندك ايدي عاملة كتير بس ما فيش ايدي ماهرة كتير. احنا عندنا ايدي عامله. عندك ايدي عاملة طبعا. زين. تمام. عندك ايدي عاملة وعندك كمان شباب كتير قوي محتاج يشتغل. مم. بس الفكرة ان ازاي تبقى ماهرة، مم. وازاي ان هي لما تبقى ماهرة تحافظ على الناس دي، ما ده مهم. اتوقع يمكن هاي نقطه يعني اغلب الشركات تشترك فيها. بالظبط، عشان كده احنا في المجال الصناعي مهتمين ان احنا نعمل اكاديمية اللي هي اسمها اس تي اكاديمي، اللي هي المدرسة التقنية. انك انت تخرج الطالب، طالب ماهر، طالب يقدر ينزل يشتغل، طالب هتقدر تحافظ عليه لان انت فاتح له مصانع، فهو هيشتغل، هيبقى في ارض خصبة. فاهم قصدي؟ فده مهم. هيبقى عنده نوليدج، هيبقى بيتكلم لانجوج، ده مهم برضه. فاحنا كان في صعوبة ان انت دلوقتي، وده احنا بنحط، يعني احنا بنحط الحلول قبل ما نخش نشتغل. وتحديات ثانيه لو هذا التحدي ده من الاول غير اصعب الحاجات. المهاره؟ يبقى الايدي الماهرة، وكمان عندك التأهيل والتطوير، لان مم. مش دايما بيحصل ديفلوبمنت في الناس. فاحنا مهم، يعني مهم ان جدا نعمل للناس ديفلوبمنت عشان ازاي يقدر يحصل له بروموشن. مم. على فكرة هو مش شرط ان انت تشتغل بس، انت لازم تشتغل وتتطور، لانك لو ما اتطورتش مش هتعلى، ولو ما عليتش هتحس بالملل وهتفقد شغف في اتجاه شغلك، فده صعب جدا. فانت لازم تعمل للناس دي تطوير، فده احنا حاطينه في الحسبان برضه. وبرضه خد بالك، هي البلد حق لناسها واهلها. اي نعم بيجي مستثمرين، بس المفروض الكور والنواة بتاع الاستثمار عشان ناسها واهلها، مش عشان حد تاني. فاحنا حتى لما بنفكر، احنا في معظم مشروعاتنا، وده كنت قلته لك في البودكاست الاولاني، احنا بنعتمد على الايدي العامله الحقيقيه بنسبه كبيره جدا. يعني احنا التيم بتاعنا احنا عاملين له تدريب وتطوير من ايام ما كنا بنشتغل في محطه الديوانيه من 15 سنه، والتيم ده ابتدى يتوسع معانا بيشتغل في المشروعات اللي بعد كده كلها بالكامل. فهي البلد احق لناسها يعني. هي اصلا شركه السويدي هي صار لها بالعراق. بالعراق من بالعراق 2008 كتوريدات في البدايه. يعني قريبه عليك، يعني مو فتره كلش طويله بين دخولك للعراق وبين دخول شركه السويدي. بمعنى في الأول إحنا مم. كنا بنورد زينا زي أي مم. حد بيورد مم. منتجاتنا للعراق بس. مم. بس مكتبنا التمثيلي أو فرعنا في العراق اتأسس من 15 سنة أما أنا جيت أسسته. اوكي. مم. يعني انت جيت، يعني انت قبل، يعني انت اول شخص من السويدي يجي للعراق. كان في زميل قبلية جه فترة بسيطة كده عمل مم. فيزابيليتي ستادي، وكان قبلها والمشروع بتاعنا كنا بنوقعه اللي هو مم. الديوانية، وأنا جيت بقى عشان أمسك الفرع يعني. زين، بعد 15 سنه مم. كم مجال دخلت به الشركه؟ طيب خلينا نقول إن إحنا كتوريدات المنتجات مم. موجودين من 2008، وبعدين مثل شنو دخلنا منتجات؟ هاي النقطه منتجاتنا يعني طبعا اللي هي نقطه ما كابلات فهمتها. السويدي، مم. المحولات السويدي، مم. العدادات بتاعتنا السمارت ميتر والبريبيد ميتر، الموصلات للكابلات، كل منتجاتنا اللي احنا بنصنعها. كلها بي تو بي، لو اكو يعني
كمنتجات طبعا كلها بي تو بي مم. بي لا مو يعني مش شايفها بالسوق. لا بي تو بي. مم. وبعد غير مجالات بعدين طبعا بقى دخلنا في مجال قطاع الكهرباء. نفذنا محطة الباور جنريشن اللي هي الديوانية 500 ميجا وات، مم. ودي كانت توربينات من جي اي الأمريكية فريم 9. التوربينة الواحدة بتنتج 125 ميجا. وبعديها يعني ثواني، يعني انت قصدك التوربين هو من جي، بالظبط يعني مو صنع مال السويد، مو يعني مو صنع للسويد. التوربينة نفسها التوربينة نفسها. التوربينة من جي اي، احنا ها؟ كنا المقاول الاي بي سي، احنا اللي عملنا مم. تنفيذ المحطة بالكامل، تنفيذها الانجينيرنج وتركيبها والبروكيورمنت والكونستراكشن بتاع المحطة بالكامل. ده كان مشروعنا احنا المقاول الرئيسي مننا. البصرة والحلة لا والديواني. ده كان محطة الديوانية الغازية. مم. بعديها نفذنا 4 محطات تحويلية 400 على 132. واحدة في اللي هما أنا قلت لك في الجنوب، واحدة في السماء، واحدة في النصرية، واحدة في العمارة، واحدة في البصرة. والجدير بالذكر إن إحنا سلمنا المحطات دي كلها قبل انتهاء التعاقد ب6 شهور لكل محطة. مم. يعني كان وقتها معالي الوزير طلب مننا إن إحنا نسلم المحطة قبل محطة واحدة قبل الصيف، وسلمنا ال4 محطات قبل الصيف. وبعد كده دخلنا مشروع بقى اللي هو بتاع الحلة اللي احنا كنا اتكلمنا عنه زمان، وسلمناه الحمد لله السنة اللي فاتت يعني. وده كان محطة تحويلية 432 اللي احنا جايين بيه مجددا، ان احنا هندخل صناعاتنا بقى، ننفذ مصانع هنا من خلال المدينة الاقتصادية. يعني احنا بعدين هنخش القطاع الصناعي هيدخل في العراق، داخلين بالقطاع التعليمي، عايزين ندخل طبعا بالمدرسة STA Academy. والقطاع التعليمي اللي هو المتوسط والعالي. العالي عايزين ان شاء الله باذن الله برضو نعمل جامعه. ده كل ده ضمن الاتفاقيه ان شاء الله مع الحكومه يعني. فدي القطاعات الجديده اللي بتزيد طبعا، بخلاف طبعا ان البورتفوليو بتاع السويدي في الكونستراكشن ابتدى يزيد داخل العراق. ان احنا القطاع المدني السيفل كونستراكشن وورك برضو داخله ان شاء الله باذن الله. كنت قلت لك قبل كده ان احنا برضو عندنا في البروفايل بتاعنا في الشركة ان احنا بنشتغل في مجال الووتر سيكتور برضو ان شاء الله باذن الله، ده داخلين بيه قريب ان شاء الله باذن الله يعني. ان شاء الله. يا سيد شحات، وما عندكم الدخول في بغداد؟ نعم. دخول في بغداد يعني ايه دخول في بغداد؟ كمحطات بنية تحتية للطاقة ماكو؟ جوه بغداد كل المحطات كان الحظ صادفنا انها تبقى في المنطقة الجنوبية يعني. بس لو في محطة في بغداد ان شاء الله نخش احنا ليه. هسه ما عندنا كهرباء صار يومين. تعالوا. زين. لا اسكن في الديوانية بقى، احنا محطتنا في الديوانية. لا بعيدة اسكن في الديوانية. الديوانية، الكهرباء هناك استقبل. لا والله بس الكهرباء دلوقتي احنا احسن بكتير يعني. لا هو اكيد احسن، الكهرباء في العراق بس بقت قصدي احسن يعني طبعا. ما زال. ولسه على مم. فكره يعني بصراحه الدوله شغاله على خطط كتير قوي ان يحصل تحسين في منظومه الكهرباء بشكل قوي. ومنها طبعا ان طرح مشروعات الجبايه، الاستثمار في الجبايه، ان التحول الرقمي للكوليكشن زي العدادات السمارت ميتر والبريبايد. الكلام ده كله بيفكروا فيه وبيشتغلوا عليه، وابتدت في مشاريع تحال. في مشاريع احنا لسه شايفين قريب محطوط حجر اساس لاكتر من مشروع من مشروعات تحويل الكهرباء الكونفرشن، المحطات من سمبل سايكل تبقى كومباين سايكل. في بعض الشركات اللي دخلت طبعا كاستثمار يا اما صيني يا اما امريكي، فكل ده داخل بقوه يعني. بس هي مساله وقت، انا مش عارف يعني برضه، معلش يا ابراهيم. بس احنا من 15 سنه، معلش مو يعني لا احنا من 15 سنه، حقاطعك. لا معلش احنا من 15 سنه لسه كنا بنقول 15 سنه الوضع مختلف عن دلوقتي. تمام. احنا الحمد على لله عيني في وراسي. مرحله كبيره جدا وفي مرحله تطور جدا ورايحين لاتجاه تاني. هي صح. مساله وقت. هو احنا لازم يبقى برضه في شويه يعني شويه صبر. انا بقول لك لسه الناس بتشوف اول ما تلاقي بيحفروا في ارض عشان يعملوا كوبري ولا علشان يعملوا محطه ميه، الناس بتتضجر. بعد 6 شهور الموضوع بيختلف. زين ما لازم يبقى سؤال. في برضه جزء صبر يعني. صح زين، انا اصبر ما عندي مشكله، بس زين سؤال. صبر طالما في شغل. هل تتوقع اي بيت بكره ارضيه اه يسوي مولات ويسوي عمارات حلو مجمعات سكنيه حلو. وكهرباء ما عنده؟ يعني هو وكهرباء شيء ما يشبه شيء. انا وكهرباء. بدي احكي كعراقي عايش في العراق عمري مم. 15 سنه اللي تبيها. احنا بدي مم. احكي من 2003 لحد الان الكهرباء مالتنا بالعراق مشكله azalيه لحد هاللحظه هاي، انه الكهرباء تطفى اوقات كلش طويله، خاصة بالصيف حلو يعني يعني انت حدث عايز ولا تقول لي ان حرج. السنه اللي فاتت زي اللي قبلها؟ بجد؟ والله نفس الشيء. لا انا بجد. اقول لك بالشتاء احسن فقط.
لا السنه اللي فاتت، لان ضغط ماكو السنه اللي فاتت على الكهرباء زي اللي المولد. قبلها. يعني هو مو زي اللي قبلها، بس ماكو فرق كلش كبير يعني يعني. يعني الامور بتحصل، يعني في خطط كتير بتتحط وفي الدنيا بتتطور، يعني في فكر جديد بيتحط. النهارده بقى في توسع في محطات السبستيشن، المحطات التحويليه ال 33 على 11 ابتدت في يعني بورشن كتير نزل وشركات كتير ابتدت تنفذ فيه، فده امر طبيعي. ما هو مرحله الاكسكيوشن انت مش هتحس بفرق، مم. بس بعد ما يتم التنفيذ انت هتحس بفرق. شوف انا حتى البصره. النهارده يعني معلش المحطات اللي بيحصل لها تحويل من سمبل سايكل لكومباين سايكل، النهارده هي مش في يوم وليله هتتنفذ، اكيد طبعا. صح؟ يعني يعني في حين بقى انا عايز اقول لك على مش حاجه، اقارن. في حين مدة تنفيذ المشروعات اللي محطوطه مم. بتبقى اقل من وقتها الطبيعي، وشركات كتير ابتدت يعني تتجه. يعني احنا في مشروعاتنا، احنا بنسلم المشروعات قبل انتهاء التعاقد بمدة 6 شهور و4 شهور. على فكرة ده بيفرق في الجدول الزمني، لان هو بيفرق اكيد للدولة اكيد اصلا. طبعا. يعني انا بحاول انقذ لك الدولة قبل المدة اللي انا متفق عليها ب6 شهور و4 شهور. ده ممتاز. رقم محترم. ممتاز. بس انا شنو قصدي؟ القصد انه احنا يعني الحمد لله اكو امان واكو تطور للبنيه التحتيه في البلد، يعني هذا لا غبار عليه. واكو اعمار في كل منطقه في بغداد، جسور، طرق، بنى، مجمعات والى اخره. بس مشكله الكهرباء ماكو فرق يعني خلال 10 سنوات اللي فاتت وخلال السنتين. اللهم كم مناطق خصخصه كاجور ثانويه، هاي بعد يعني بحث اخر هذا. امم بس انا اقول لك شغله، انه بالبصره قبل تقريبا سنه ما رحت، كان عندي شغل في شركه في البصره، مركز المدينه كهرباهم مطفى تمام. يمكن ساعه وساعتين بالزايد. اما بقيت يعني الانحاء البصره ما اعرف لو تطفى ولا لا، بس يعني تقريبا ضيعت شهر هناك. خلال الشهر هذا يعني الكهرباء كانت يعني القطعه مالتها كلش شيء يعني انا مش هقول بسيط. لك ان لسه انت من ضمنت انت محتاج كهرباء، انت محتاج طبعا. مم. أنا مش بقول لك كده، بس بقول لك ان في تطور، يعني هو في تطور بيحصل. لكن انت محتاج طبعا، ومحتاج مشروعات جديده تخش تزود الطاقه الانتاجيه على هو الشبكه، انا عندي هذا السؤال اللي ومحتاج يجيني. محطات سبستيشن جديده علشان تعمل توزيع للانتاج اللي هيحصل. مم. ومحتاج تهتم كمان بالتأهيل بالتأهيل التوزيع ده، محتاج انك انت تهتم بيه. محتاج تبتدي تاخد بالك من الكولكشن. بس برضه في نقطة تانية مهمة بقى، معلش يا ابراهيم بقى، انت النهارده بتروح تدفع لابو المولدة، مم. صح؟ مش بتروح تدفع لابو اكيد المولدة عشان يوميا بتخاف يقطع شهريا عليك، عفوا. ولما يجي يقول لك تعالى اعمل سمارت ميتر وبريبيد ميتر وتروح تدفع الفاتورة، بتبقى الناس بتبقى متدجرة تروح تدفع الفاتورة. بس اكو في حين فاتوره، ان هسه اكو فاتوره الفاتورة الكترونيه، صح الكترونيه. يعني بغض النظر عن طريقة الدفع، هو المهم يدفع. مش مهم هي مم. الكترونية ولا ان هو هيروح مم. لحد هناك. الفكرة ان هو هيدفع. مع ان الفاتورة لو جيت تحسبها هتلاقيها اوفر من انك انت تبقى اي تدفع بس هاي مولد. في حال اذا اكو كهرباء مستمره على الاقل، هيحصل على الاقل باليوم 12 هيحصل ساعه على الاقل. هيحصل يعني ان شاء الله اكيد، يعني احنا نتفائل بالخير هيحصل. وان شاء الله خير. بس عندي سؤال، اتفضل. هي السويدي ليش لحد الان مداخله في بغداد؟ هل يعني ايه اكو مش داخله في بغداد؟ يعني قصدي ما عندهم محطات في بغداد؟ لا هو المحطات دي على حسب توجه الحكومه عايزه تبقى المحطه تبقى فين. يعني. لا اصل المحطات دي بيبقى ليها مم. كريتيريا معينه، قريبه من على حسب نوع المحطه اصلا. مم. يعني بتبقى قريبه من مصدر ميه ولا محتاجه تبقى قريبه من مصدر ميه ولا لا. مساحات الأراضي المتوفرة موجودة فين. فين الشبكة مهيئة إن لما الكباستي بتاعة الطاقة الإنتاجية دي تطلع تتحط على الشبكة وتبقى ستيبل. كل ده بيبقى على حسب التوجه يعني. قريبة من الفول بتاعها، مصدر الغاز أو مصدر الفول، نوع الفول اللي هتستخدمه المحطة، أقرب نقطة اللي فيها فين، وهكذا. يعني مش شرط مش شرط. انا عارف، انا حاسس ان انت حابب بغداد قوي يعني عشان انت من بغداد. لا بس هي بغداد لو محتاجه ما هنعمل محطات جوه بغداد، مش لا كده؟ يعني بالي قصدي انه يعني اكو اجراءات. بالمناسبه انا كمان بحب بغداد جدا يعني. مم. امم شركه بحجم وثقل السويدي كتريك، اوكي. مدى اهميه شراكتها مع الحكومه العراقيه؟ حلو. طبعا الشراكه مع الحكومه العراقيه مم. مع شركه قطاع خاص بحجم السويدي، ده بيدي نوع من انواع التطور اللي بيحصل في البلد. ده بيدي تراست لمستثمرين كتير يبتدوا يخشوا طبعا يتعاونوا مع شراكة زي دي. الشراكة دي أصلا مش هتقتصر علينا احنا بس كسويدي، في كتير من المستثمرين مفتوح لهم ان هم يدخلوا ضمن البول الشراكة ده.
علشان نعمل استثمارات في مجالات مختلفة اللي هي أهمها طبعًا المدينة الاقتصادية وما ما ت يعني ما تحتويه من كل اللي إحنا كنا قُلنا عليه، فده مهم جدًا. ده بيدّي اطمئنان إن الحكومة داعم للمستثمر الأجنبي. أنت متطمن إنك أنت دايمًا فلوسك في أمان، استثماراتك في أمان، لإن الحكومة بتدّيك support مختلف غير إن أنت تبقى مستثمر جاي تخش لوحدك تستثمر، مش عارف إن الحكومة هتدّيك الsupport والّا لأ، ده زين. مهم. وعلى مدى قلت لي قبل شوي كان اتفضل. خوش جواب. على مدى الايادي العامله في بغداد، إمم. شلون ساهمت السويدي في تطوير هذول الشباب او الاشخاص اللي يشتغلون في الشركه؟ بالنسبة للشركة عندنا، امم. إحنا كنا بُص إحنا من البداية وده من استراتيجيات الشركة، إن إحنا دايمًا عندنا الموظف هو ده الproduct اللي إحنا بنقدّمه. يعني إحنا عندنا في الشركات الconstruction الservice اللي أنت بتقدّمها هي manpower، موظفين، صح. تمام؟ فالموظفين هم الasset. فدايمًا إحنا في شركتنا في سويدي بنهتم إن إحنا نعمل عملية تأهيل وتطوير للموظف دايمًا. والدليل على كده إن إحنا الحمد لله يعني أنا بقى لي النهارده 15 سَنة هنا، قبلها في السويدي في مصر ب3 سنين، ده أقرب دليل. أنا خرجت من الكلية دخلت الشركة، الحمد لله مستمر مع الشركة. فالشركة بتعمل لك عملية developing دايمًا، عملية تطوير دايمًا، ده مهم. بتبتدي تعمل لك promotion، ده مهم. بتبتدي تشوف إيه الweak اللي عندك وإيه الstrengths وتشتغل إنك تقوي الstrengths وإن تطوّر من الweak، ده مهم. إحنا لمّا دخلنا العراق واشتغلنا زمان وقت الدهنية، كان يعتبر موظفيننا من أهل المدينة، من أهل البلد، كنا بنعمل لهم training in house. يعني مهندسيننا اللي من مصر أو الsenior management كان بيعمل للناس training in house، وبعد كده الناس دي ابتدت تتنقل في المشروعات اللي بعد كده. أنت الموظف عندك asset. إحنا زين. بنقدّم service، بنقدّم EPC، فبنقدّم فكر، بنقدّم solution، فالموظف هو الasset بتاعك. سياسة جا سؤال إيش ببالي. اتفضل. يعني اتوقع حتى خل ناخذها من منظور شخص اجى من خارج العراق. شو ينقصنا احنا كبلد مثل العراق وتكون عندنا شركة مثل السويدي بالمناسبة أنت عندكم شركات كتير عريقة وقوية. بالعراق طبعًا. في مجال وفي مجال قطاع الكهربا. الكهرباء؟ طبعًا. ممكن يعني جزء أنا ما أعرفه. في شركات كبيرة وقوية وعريقة في قطاع الكهربا، وكلّهم إخواتنا وحبايبنا وبنشتغل مع بعض كتير اهم. جدًا as a joint venture وas a consortium، وبندرس مع بعض حاجات كتير جدًا. طبعًا مش عارف مسموح لي أقول أسماء والّا لأ، كلّهم عمالقة يعني. قصدي مثلًا شركة محلية وعندها منتجات محلية في داخل البلد، أنت بتتكلم على مصنّع والّا شركات قطاع كهربا؟ كهرباء ومصنع، لأ مصنّع ما فيش، إحنا ماكو إحنا مصنع، إحنا جايين بقوة. إحنا جايين بقوة إن شاء الله. يعني ما حد الكلام ده ينافسكم؟ هيتمنتج ها؟ ما حد لأ، هو ينافسكم؟ الفكرة مش إمم. مش 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 فكرة منافسة يا إمم. إبراهيم. هو أنت هتيجي وهنجيب معانا منافسيننا، تخيل! اهم. يعني إحنا هنعمل في المدينة الاقتصادية هنهيئها لينا ولمنافسينا. تحتاجهم بالأخير طبعًا لازم، طبعًا، 100%. طبعًا، طبعًا، إمم. طبعًا عشان تقدر تغطي الماركت بتاع العراق ماركت كبير. قبل شوي قلت لي manpower إيش قد الأيادي العاملة العراقيين في شكل السويدي داخل العراق؟ يعني وقت في المشروعات بنوصل لو إحنا طبعًا بيبقى دايمًا نسبة إمم. العمالة العراقية أقوى أكتر من العمالة إمم. الأجنبية. هو القانون بيقول 50، 50. يعني وقت كعاملين لو فنيين لو مدراء رؤساء أقسام؟ بمختلف الفئات العاملة يعني. إحنا وصلنا في الديوانية 500، 500، اهم. حوالي 500 عامل عراقي 500 أو 600 عامل عراقي. أكو مثلًا ناس أكفاء راحوا خذوا training في السويدي في مصر؟ في ناس بتروح. إمم. طبعًا. ويرجعون بbackground لأ، ده في مختلف. أقول لك الأجمل. في ناس كُفء مش بيروحوا بس ياخدوا في السويدي في مصر، إمم. بيروحوا الfat test بتاعة المصانع اللي في Europe. اهم. طبعًا. بيروحوا الfat test بتاعة المصانع اللي برّه، وبيطلعوا دايمًا يبقوا مع الclient لو في أي فحوصات في أي مصنع من المصانع بيروحوا طبعًا. عندي سؤال أخير أختم بيه الحلقة. اتفضل. نظرتك للمناخ الاستثماري داخل العراق كأحمد
وكشركه مثل السويدي أنت اكيد قاعد مع السي او، مع المدراء الاقسام الرئيس والى اخره. التنفيذي او الفايس مم. اكيد طبعا. حاليا حاليا، وخلينا نقول المستقبل القريب. المستقبل القريب مم. مبشر جدا بالخير، مبشر جدا بالخير. من ناحيه الاستثمارات. من ناحية الاستثمارات طبعا، انت عندك النهاردة في دعم قوي جدا في ان الاجراءات بتبقى اسرع. بتلاقي الناس بتدخل تفكر معاك في سوليوشن، ازاي يلاقي سوليوشن عشان تقدر تمهد لك الطريق انك انت تنجح. كل ده مهم جدا. اهتمام ببنية تحتية، وده مهم. ده على فكرة ده الكور بتاع اي مستثمر. مم. يعني احنا في مصر من اكتر من سنة، يعني من كذا سنة، يعني لما جينا نبتدي نعمل العاصمة الإدارية مم. ونهتم بالقطاع الصناعي ونزود فيه ونجذب مستثمرين من الخارج، ونهتم إن إحنا نعمل العلمين الجديدة ونشتغل على الأجزاء دي. كان أهم حاجة عندنا إن البنية التحتية تبقى قوية، بنية تحتية قوية، مصادر الطاقة تبقى متوفرة. ده مهم جدا لأن ده شنو الفرق بين قبل المدينه الاداريه وبعد المدينه الاداريه؟ بعد المدينة الإدارية وقبل المدينة الإدارية، أو بعد المدن الجديدة وقبل المدن الجديدة. بالضبط. النهاردة في استثمارات كتير، لو أنت متابع آخر حاجة بتحصل إن الإمارات خدت رأس الحكمة إنها تستثمرها بالكامل. مم. فدولة زي الإمارات بفكر محترم داخل يستثمر في مصر. مصر أرض خصبة فيها مميزات كتير. مدينة زي رأس الحكمة بمميزاتها، ده شيء كويس جدا. النهاردة بقى تعالى نقيس نفس الكلام على العراق. العراق فيها كل حاجة، في أيدي عاملة موجودة، نفط موجود، أراضي خصبة كتير ممكن تصلح للاستصلاح الزراعي، مساحات تقدر تعمل عليها مدن صناعية واقتصادية، عندك مواني، عندك نهرين. طب ما كل ده مهم، مفتوح على كل دول الجوار، ده مهم. النهارده انت عندك دول الجوار كلها الحمد لله العلاقات راجعة كويسة جدا، في امان، ما ده مهم. ده يخلي اي مستثمر يجي النهارده. انتوا يعني البومينج جاي للعراق، يا بختيكم. بس احنا بالموسم الاول احنا قلنا عستك، هسه لا القطار اتحرك مش وراح في وبسرعه. الموسم الاول انا قلت لك انتوا بقيتوا على على السكه صح. السكه، اي هسه انت القطار لا. زي ما بتقول على السكه. امم. انت مش عارف انطقها يعني. انت قلت على السكه اي صح، على على السكه، السكه. على السكه. انتوا دلوقتي القطر فات، بيمشي القطر بيطير. اه بيمشي طبعا 200. بس اه فما شاء الله يعني. يعني اعتقد ان شاء الله اللي جاي كتير خير. بالنسبه لاحمد بقى، ما يتمناش يمشي من العراق ابدا، انت عارف. وسام قال لي سؤال. وسام مطوط، اي. الله، عرفت عايز يلعب على حته الرد الجميل. ده عايز يلعب حته عاطفه ليا. لا هو امم قال لي شيء نسيته، قال ما لك كله طلع شيطان. لمحمدي. لا لا اكو شيء احنا سولفنا بيه، فالسؤال أعيد عليك مره ثانيه. لا هو وسام، بس كان في حاجه كان عايزني اقولها لما انا قلت انا احب ارد الجميل للبلد دي، امم. للعراق يعني. فهو عجبته جدا، قال لي كتير من الناس ما بتبقاش بتنكر الجميل، انت ليه بتحبها كده يعني. اه بس 15 سنه يعني انت مواطن عراقي. اتشرف، والله واحنا اتشرف. نحبك والله. والله احنا ترى احنا، ترى المصريين يعني العلاقه المصريه العراقيه ترى من زمان، يعني مو هسه. دي انا حقيقة. مره قلت لك اياها بالموسم الاول. قلت لك كنا بالعظميه، فاحنا كنا قاعدين حي اشبه بحي الميكانيك. شلون يعني شلون خلينا نقول مدينه صناعيه. امم كان شقتنا اخذناها تقريبا قعدنا بيها اكثر من 6 اشهر. فكل كان جوانا العاملين يعني الناس واللي قاعدين وشغالين كل مصريين. امم لا والله يا ابراهيم، انا لسه كنت كاتب حاجة من شوية قبل ما اجي لك، ان كل حدث صعب بيمر عليا هنا بيحفر ذكرى حلوة في قلبي. تخيل، يعني انا عشت دخول داعش، عشتها. عشت الكورونا هنا، وعشت البانديميك، يعني كل احداث بتحصل فيها، عشت وقت الانفجارات. يعني مواقف كتير، التغيرات اللي بتقعد تحصل، كل حدث فيهم بيحصل ويمر بيبقى صعب. اولا بيبني في الشخصية حاجة، تمام، بيعمل لك عملية نضج مختلف، يعني بيخليك تغير الفيجن بتاعتك. وفي حاجة بقى غريبة،
يعني معظم الناس لمّا بتتعرّض للcrisis تهرب، لأ أنا ما باهربش، أنا باتمسّك أكتر، تخيّل! يعني إن أي crisis تحصل لك تلاقي الناس تevacuate وتبقى عايزة تمشي، وممكن مثلًا مديرين شركات تبتدي تقول للشركات الأم إحنا لازم نتحرّك ولازم نمشي من هنا وكده. أنا سبحان الله كل ما يحصل crisis كل ما أتمسّك أكتر، وأحس إن حق البلد دي علينا إن إحنا نفضل فيها ونفضل مستمرين ونفضل نكمّل عشان تنجح وتكبر وهكذا. ده شيء غريب، وتزرع في الشخصية حُب أكتر، وده نابع على فكرة إن الحمد لله إحنا ربنا كارمنا يعني في البلد، الحمد لله يعني ربنا كارمنا جدًا، فضل ربنا سبحانه وتعالى ويعني وكرم الناس ومعاملتكم الطيبة، وإن أنتم على فكرة حابين إن البلد تنجح وتختلف وتتطور، كل ده بيخلّي الواحد يتمسك ويحب أكتر. فالبلد بلدكم دي غريبة وبجد، بجد العراق بلد عظيم، وبجد الواحد فخور إن هو يعني ممكن في يوم من الأيام يكون ساهم في حاجة في بلد زي العراق، وما أتمناش في يوم إن إحنا الواحد يفتقدها، ما أتمناش يعني، يعني ده شيء صعب عايز أقول لك إن أنا لو غِبت أسبوع باتأثّر، راح تفتشيني. فبجد لأ ده أنا اللي مش عايز أوصل إن أنا اللي أبكي بجد، احلى يعني احلى أرجوك ختامية هاي. أرجوك يعني أنت ما تخلّينيش أتأثّر فاسرد كتير، وأنت على فكرة بتقعد تجرجر كلام، فهتخلّيني إن أنا أبكي، وأنا عايز أقول لك إن أنا وأنا جاي في الطريق ولسه منزّل post وكاتب الكلام ده، أنا أختي كاتبة لي بتقول لي: "أنا نِفْسي تحبّنا رُبع الحُب اللي بتحبّه لبغداد." أنا على فكرة باحبهم جدًا وباحب أهلي جدًا وباحب أسرتي جدًا، بس البلد دي بلد رهيبة. أنا نِفْسي إن شاء الله إن هم ييجوا هنا يزورونا قريب ويشوفوا البلد ويشوفوها بعد ما اتطوّرت، ومش هيحسّوا بُص مش هتحس دايمًا، دايمًا يعني أي حد جاي جديد بُكرة الصبح مش هيحس زي اللي عاشها من وهي في صعوبتها وابتدت تنوّر وتبقى أحسن بكتير، انت عشتها بجد. بحلاوتها وبمرها. والله العظيم يعني فعلًا أنا عِشتها بمُرّها قبل حلوها، وهي كل حتى مُرّها حلو، يعني مش قادر أقول لك إن إحنا وقت دخول داعش أنا توجّهت على الموقع يوميها بالليل، كان عندنا العمالة زمايلنا وأخواتنا ومهندسيننا وأساتذتنا ومديريننا اللي في المواقع، اللي بصراحة الواحد بيفتخر بيهم، إن لولا إنجازاتهم إحنا مش هنوصل إن البيبان العُملا تتفتح لنا بكل فخر يعني، وأتمنى إن ده لازم يعني بصراحة ده حقهم، حق كل الناس اللي بتشتغل معانا هنا على الأرض وبتشتغل بمثابرة بصراحة. ورُحت للموقع بالليل، وكان في بصراحة الجانب الحكومي معانا كشركات أجنبية وحتى السفارة معانا بتدعّمنا وهكذا، ورُحنا عشان ن أسأل الناس هل أنتم حابين إن إحنا نevacuate وإحنا جاهزين، إحنا الديوانية قريبة من مطار النجف، وجاهزين نجيب طيارة خاصة ونعمل evacuation ونتحرك. تخيل إن أهالي المنطقة العراقيين وقفوا على بيبان الموقع وقال لك أنتم أهلنا، إحنا اللي هنحميكم قبل أي حد، والله هذا حصل. لمّا ده حصل إن إحنا جوّه حسينا إن إحنا جزء لا يتجزأ عن الناس دي، إحنا منصهرين، ما ينفعش نسيب المكان وما فيش الكلام ده، وإحنا كشركة مش هنتنازل ولا نعمل evacuation أو نسيب البلد، زي ما جينا ناخد من خيرها لازم نقف في شدتها، وعلى فكرة عايز أقول لك إن العميل ما نسلناش الكلام ده بصراحة، يعني أنا عايز أقول لك إن أنا كنت بابقى داخل الوزارة في أيام دايمًا في أيام الcrisis اللي بتحصل، بعض الشركات بتعمل evacuation والله أنا أتذكّر إن طبعًا level من كل الإخوة المحترمين العراقيين في الوزارة يعني، كانوا بيقولوا لي: "أنت إيه؟ أنت إيه؟ أنت إزاي يعني، أنت إزاي كده؟ أنت ما فيش حاجة بتهزكم؟" فكنت أقول لهم: "إحنا مصريين قلبنا ميت، فما تقلقوش علينا." فأنتم إزاي مستمرين وقاعدين وكده، ده في وقت داعش، عايز أقول لك في وقت الكورونا ال4 مشروعات بتاعتنا ما وقفتش، عايز أقول لك إن إحنا كنا وقت الكورونا عاملين committee اسمها crisis committee تمام، من team الmanagement وكنت بابقى أنا مع زمايلي من هنا من بغداد ودايمًا online وخدنا decision إن إحنا هنعمل إيه، هو نوع من أنواع الboundary اللي جوّه، جوّه خلاص هنفضل نشتغل مش هنُقف،
تمام. وما فيش اي حاجات، وطبعا احنا عندنا دايما ستورج، وعندنا الفود اند بيفرج في ستورج في المواقع، ومأمنين دايما، بنبقى مأمنين المواقع، مأمنين ناس كويس جدا. وبرضو قلنا هنجيب طيارة خاصة، وجبنا طيارة خاصة، وجات الطيارة الخاصة على أساس إن الناس تنزل عليها، والناس رفضت تنزل وتسيب البلد. أنت متخيل؟ ولدرجة إن إحنا وإحنا بنجيب الطيارة علشان الناس تنزل عليها، كنا بنقول حتى للإخوة العراقيين اللي موجودين في مصر من معارفنا ومن الشركات المختلفة، لو حد حابب إن هو يجي على الطيارة دي يرجع لبلده وإحنا ننزل عليها. بالمناسبة ما حدش راضي يسافر. بلدكم غالي علينا بصراحة. قلت له عندك شيء بعد تحكي؟ يعني عنده بعد حكي ثقيل. بس احكي. هو بس تحكي ينطلق. احلى ختامية حلقة. شكرا شكرا لك، شكرا جزيلا. لوقتك ولحضورك. شكرا جزيلا. شكرا لك.